بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه والابتعاد عن معاصيه ركن أساسي من أركان نصر الله سبحانه وتعالى لنا. فنصور الله سبحانه وتعالى كثيرة، ويجب علينا أن ننصر الله لكي ينصرنا الله سبحانه وتعالى. فمن النصور التي يجب أن نعمل بها أن ننصر الحق وأن نصدح بالحق ولو أمام سلاطين وحكام وقادات وقضاة وأرباب عمل جائرين، وأن ننصر المظلوم، وأن ننتقم من الظالم، وأن نكفل يتيم ونرعى امرأة، وأن نحصن أسرنا ومجتمعاتنا من الثقافة الأجنبية ومن الغزو الديني والفكري الأجنبي الذي يهدف إلى انحلال الأسرة وصولا لانهيار المجتمع وإسقاطه وتدميره. ومن النصور الإعداد الجيد لمعارك الغد والحياز على السلاح والذخائر والتدرب على السلاح والإعداد البدني لمن سيقاتل في معارك الغد. وجميعنا يعلم أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم. فبقدر ما ننصر الله سبحانه وتعالى وبقدر ما نكثف جهودنا ونضاعفها في سبيل الله ومن ثم في خدمة ثورتنا، بقدر ما نقطع أشواطا كثيرة من أجل تحقيق النصر وتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا وأخوتنا السوريين.